اهلا بيكم. الناس عملت الفتره اللي فاتت هيصه وزيطه ان في شركه اسمها اكس 1 قررت انها تدخلنا المستقبل وتعمل اول روبوت حقيقي شبه الانسان بس على طريقه على ما تفرج. انا يحيى ناجي وتعالى اقول لك انا شفت الروبوت ده ازاي بعد حفله التطبيل اللي فاتت. الروبوت اسمه نيو، والمفروض ان هو بيساعدك في البيت، يسقي الزرع، يرتب البيت، يفتح الباب، حاجات زي كده. يعني كده خلاص ممكن نودع ام السعد ونقول لها سالم المسلمي بيسلم عليكي وبيقول لك من بكره ما اشوفش وشك هنا تاني. يا مساعد، انت يا مستاذ. ايوه يا بيه. اعدي الحصان. حاضر. بس لما تشوف الحقيقة تحس إن الروبوت ده مش جاي يساعدك، ده جاي يضيع وقتك وأنت بتتفرج عليه وهو بيحاول يمسك كوباية. مبدئيا الروبوت ب20,000 دولار، بتدفع دلوقتي وتستلم في 2026. إمتى بالظبط محدش عارف، وما قالوش بالظبط على الويب سايت بتاع الشركة أنت هتستلمه إمتى في 2026. المفروض إنه ذكي ومستقل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، بس المفاجأة إنه ولا ذكي ولا مستقل. معظم اللي بيعمله بيتحكم فيه بني ادم قاعد في مكتب بعيد. يعني لما تطلب منه يشربك ميه هو بيبعت نوتيفيكيشن لحد في مركز خدمه العملاء وبيقول له يا باشا العميل عطشان حركني عشان انفذ المهمه، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب عشان انا برضه انفذ المهمه. ولو محدش في خدمه العملاء فاضي هيديك صوت صرصور الحقل لحد ما يبقى حد هناك بقى يفضلك. ايوه يا فندم. ايوه. ايوه. روبوت نيو مع حضرتك. حاضر، اول ما حد يفضى هرد عليك. حاضر. حاضر. عايز تشرب؟ حاضر هجيب لك ميه. تاكل كمان؟ عناية الاتنين يا فندم. حاضر. يعني الروبوت مش بس غالي، ده كمان بيوقفك في طابور انتظار. وده معناه ان انت بدل ما تغسل المواعين بنفسك وببلاش او بمساعدة بني ادم او غسالة اطباق، تروح تشتري روبوت يغسلها لك عن طريق بني ادم تاني، بس بقى من خلال واي فاي وكاميرا وشبكة انترنت. يعني بتدفع 20,000 دولار عشان تجيب شخص يغسل المواعين عن بعد. ده مش ذكاء اصطناعي ده نشاط اقتصادي. وبعد كل الضجة دي الروبوت تقريبا خد اكتر من دقيقة او دقيقة وربع عشان يجيب ازازة مية من التلاجة اللي هي على بعد 3 متر منك اصلا. فعلا انها الثورة التكنولوجية. بس احلى حاجة بقى في الموضوع وهو مدى البطارية، مذهل. 4 ساعات يا عم ده بطارية الابل واتش بتعيش اكتر من كده. طب الروبوت دلوقتي بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يفتح الباب، بيعرف يلم كوبايات، بيعرف يلم اي ورق من على الارض وبس. يعني مستواه مستوى طفل عنده تقريبا سنة ونص. بس الفرق ان الطفل بيتطور لوحده، لكن نيو لازم يتعمل له تحديث للنظام عشان يتعلم حتى يقفل غسالة الاطباق. يعني يا عم مورفيوس مش كان زمان انا دلوقتي اللي واخد الحبايه الحمراء ولا حتى الزرقاء؟ كان زماني شغال لهلوبه دلوقتي. طيب في حاجات بقى وسلبيات انا شايفها ممكن محدش يكون واخد باله منها، او انا شايفها بقى وخزعبلات في دماغي بس لازم اشاركها معاك. كل ده طبعا على امل ان هو ما يتلخبطش، يعني ما يدخلش مثلا حد غريب البيت او يديك دواء مش بتاعك او يتصرف غلط عموما. ممكن بقى تتخيل معايا كمية السيناريوهات اللامتناهية من الهطل اللي ممكن الروبوت يعملها، خصوصا بقى ان لو الروبوت ده اتهيج هتلاقي بقى حد بيتفرج على بيتك، بيتمشى في اوضتك، بيلبس هدومك وبيلعب في حاجات المفروض محدش يلعب فيها، وتبقى تسلم لي بقى على السكيورتي. بس الحقيقة ان الايجابي في الموضوع ان لو الروبوت ده قرر يتجنن وقرر يهاجمك اوعى تقلق، هو اصلا سريع قوي لدرجة ان انت ممكن تهرب منه ماشي على اقل من مهلك. الخلاصة نيو النسخة الأولانية جه مخيب جدا للآمال، وده من وجهة نظري الشخصية. وأكيد في المستقبل الموديل ده هيبقى موجود وأقوى من كده بكتير. بس يا جدع ما ينفعش تديني الروبوت ده دلوقتي بالحالة دي وبالسعر ده وتقول لي أسقف لك. لا مش هسقف، أنا بقى هستنى النسخة التانية من نيو عشان يعمل لي كوباية القهوة المظبوطة اللي أنا بحبها. وسلام.